وجه الفنان المغربي فيصل عزيز اتهامات مباشرة لشركة الإنتاج WF التي يرأسها توفيق حازم المعروف بدون بيغ مغني الراب بتعطيل مساره الفني وإقبال أعماله، الأمر الذي أضطر معه إلى اتباع المسطرة القانونية، سيما أن مغنيين آخرين عاشوا مشاكل أخرى مع الشركة ذاتها، منهم جوديا وآمين أيوبي وجيهان بوكرينا على حد تعبيره ليومية الصباح. وقالت اليومية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن المغني فيصل عزيز من ضحايا شركة البيغ، مشيرا إلى أن مسؤولي الشركة حاولوا عرقل مساره الفني وكانوا سبب غيابه عن الساحة الفنية لمدة طويلة وابتعاده عنها. وأوضح عزيز الذي طرح أغنية جديدة ماكاي بيس على شكل فيديو كليب إلى الساحة الفنية بعمل من إنتاج شركة البيغ وفق الاتفاق الذي كان يجمعه بها وبالشكل الذي اتفق عليه، فوجئ بعراقيل تحول دون ذلك، مشيرا إلى أنه توصل برسالة إلكترونية من صاحبة الشركة يؤكد فيها أنه مضطر ألا ينفذ ما جاء في العقد باعتبار أن الشركة لا تستفيد من عزيز.